في ناس كتيرة ما تعرفش حاجة عن تخصص جراحة الأوعية الدموية. جراحة الأوعية الدموية تخصص من أشهر تخصصات الجراحة، وفي ناس كتيرة حاصة تخصص جراحة الأوعية الدموية في إن هو دكتور الدوالي، مع إن جزء الدوالي لا يمثل فقط إلا 10% من جملة الأمراض اللي بيعالجها جراح الأوعية الدموية. إيه هي الأمراض اللي بيعالجها جراح الأوعية الدموية؟ قرحة الشريان الأورطي، انشقاق الشريان الأورطي أو الأورتيك دايسكشن، مرض تصلب الشرايين الطرفية وانسداداتها، الجلطات الدموية سواء كانت الشريانية أو الوردية، الوحمات الدموية، انسداد الشريان السباتي اللي هو الشريان المغذي للمخ، التورم الليمفاوي، التهاب الأوعية الدموية الطرفية المناعي، دوالي الساقين، قرحة الدوالي أو القرحة الوردية، متلازمة احتقان الحوض عند السيدات وعند الرجال برضه، عمل وإصلاح الوصلات الشريانية الوردية. ودي كانت نبذة عن أمراض اللي بيعالجها تخصص جراحة الأوعية الدموية. تابعونا عشان تعرفوا أكتر عن تخصص جراحة الأوعية الدموية.